السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرتك إذا كانت دي أول مرة بتشاهد القناة، يا ريت حضرتك تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل إشعارات جديدة لكل المنشورات اللي بننشرها أول بأول، وفضلا وليس أمرا تعمل لايك للفيديو علشان يوصل لكل المشاركين. على بركة الله نبدأ الفيديو. النادي الأهلي بيفتتح الفرع الرابع وهياج وصريخ وعويل في قناة المنافس وفي جمهور المنافس. الجمهور اللي هو ايه؟ مش الجمهور المحترم اللي احنا نعرفه، لا، ده فئة قليلة منه تطلق على نفسها فنانين وهي أقزام الفنانين. ناس الأذواق تنحصر عنهم بيطلعوا يخبطهم في أي حاجة. يعني مثلا الأهلي هو سعد زغلول قومه ضد المصريين، قومه ضد المصريين في سنة 1919. النادي الأهلي هو اللي سلم مفاتيح عكا للصليبيين. النادي الأهلي هو اللي جاب الأسلحة الفاسدة والخيانة اللي حصلت في سنة 67. يا جماعة ده اللي بيتقال، ده اللي بيتقال من جماعة حمقى وأغبية. هي بس زي ما بقول أنا وهرجع أقول بتهز راسها عمودي، ما بتهزهاش أفقي، هي عمودي بس، رأسي بس، السمع والطاعة بس. لكن يردهم على طارق جبيل او طارق حشيش في الموضوع بتاع فرجاني الساسي. قال لك فرجاني الساسي انا ما كنتش عايز احب اطلعه في النادي في قناه النادي الزمالك علشان يقول جايبه ويشكر فيه في قناه الزمالك. راح قناه محايده ويشكر فيا، قناه محايده، معد البرنامج ومذيعه زملكاويه حمى، زملكاويه درجه ثالثه، ولكن انقلب السحر على الساحر. فرجاني الساسي قال الاسباب اللي هي ما خلتهوش يجدد في نادي الزمالك. طلع بقى المدير المالي في الوقت ده للزمالك طارق حشيش وفضحهم، وقال لك ان في الزمالك العقد بتاع ساسي، فرجاني ساسي جاي هديه كامله بكامل قيمته الماليه من تركي آل الشيخ اللي هو كان صديق مقرب جدا جدا جدا، كان بيتغدى عنده كل يوم في البيت مع السيد رئيس النادي. حد رد عليه؟ حد رد على ال 188 على ال 84 مليون جنيه او ال 5 مليون و700 الف يورو اللي هم النهارده بيساووا 188 مليون جنيه. 5 مليون و700 الف يورو بيساووا النهارده بسعر النهارده 188 الف و800 الف جنيه. راحوا فين؟ بيقول لك ما تدخلوش النادي. حد رد عليهم؟ يا جماعه طلع عدلي القائي ثعلب النادي الاهلي العجوز وابراهيم المنيسي، دولهم من المتنقي خيار. نسمعهم قالوا ايه. بس ارجوكم قبل ما اسيبكم يا ريت حضرتك ما تنساش اللايك، تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولايك للفيديو ده عشان يوصل لكل المشاركين والناس تعرف مين المدلس. وشكرا. يلا مع بعض نشاهد الفيديو وارجعوا لي في الاخر. اهلا بحضراتكم من جديد، متواصلين معاكم من شاشة الاهلي اللي هو واصل بكل سلطاته ونفوذه لكل دول العالم، وتقريبا هو اللي خرب الاوزون، وهو اللي عطل طيارة البايرن في المانيا، وهو كمان اللي بيسحب الارض من نادي الزمالك، وهو اللي ماسك الريموت كنترول وبيوجه الاحداث عن بعد. خدوا بالكم، لا ده خطير قوي. نسمع كمان
الفنان فزاع في حاجه مهمه. واللجنه بتاعت النهارده ديت اللي بتقول لك ارض 6 اكتوبر هي خلاص ماشيه من النادي، يعني اللي بيحصل ده من جوه نادي الزمالك مش من براه. ما هو حضرتك بقى من ضمن نظريه المؤامره، يعني اسمح لي اشرحها. ان انت بيجيب لك السبب من جوه، قال يعني احنا اللي وحشين في بعض. انت بتتوجه يا باشا، بتتوجه عن طرق كتير، عن طريق مسؤولين تابعين لهذا الكيان، وبتتوجه باساليب تبان لك ان اللي غلطان، لان انت بتيجي تصرف فلوس ما تلاقيش، تيجي تعمل قانوني مثلا للحفاظ على الارض ما تلاقيش. ما هو مين اللي بيعطل لك الكلام ده؟ في ناس قاعده بقى منظومه واحده بيلموا بعض، في الاخر المسائل بتصب عندهم. انما احنا بنيجي نتصرف مش عارفين هو ارض 6 اكتوبر هتتسحب ليه لو احنا لو معاك فلوس مثلا. مش هتتبني، مش هتتسحب. انت عمرك ما هتبني طوبه بره نادي الزمالك اللي موجود ده انت هتحافظ عليه بالعافيه كمان. مش هيسمح لك يبقى عندك 7 أو 8 فروع زي ما هو بيستوطن المدن الثانيه. انت ما عندكش الكلام ده، شعبيتك مش هتزيد، شعبيتك تفضل تقل. تيجي تدور على مقرات ثانيه ما تلاقيش. انا ساكن في الشروق ولا ساكن في اكتوبر، مش هعرف اروح نادي الزمالك، هضطر اروح النادي اللي له فرع. كلام مهم جدا بتقوله. طب انا يعني بيبقى احساسك انت ايه كراجل زملكاوي وفنان زملكاوي بتفهم طبعا في الميديا والاعلانات والكلام ده، وانت بتتفرج على اعلانات في اتجاه واحد بس، في اتجاه النادي الاهلي، واغاني اعلانيه؟ اقسم لك بالله يا احمد بيه، انا بنتي عندها 5 سنين قالت لي هو ليه كل الاعلانات صغيره ما بتفهمش حاجه في الدنيا دي، بتحب الزمالك وخلاص زي بتحب نادي الزمالك كعضو يعني. ايوه. قالت لي هو ليه يا بابا الاعلانات كلها عليها اهلي اهلي اهلي؟ قلت لها عشان انت شايفه ليه؟ قالت لي عشان الاطفال ما يشجعوش الزمالك. اهلي. طيب مجموعه من الكلام الرايق اللي مقصود بيه الفيلم. تخيل بقى لما يصل الامر بيه وفكره في مغازله جماهير الزمالك ان اللي سحب ارض اكتوبر هو النادي الاهلي. ليه؟ عشان الفلوس. بس هما يعني مش انتوا قلتوا قبل كده انه محقق مش عارف 2000 عضويه ولا كام؟ وان الفلوس الضخمه جدا اللي جت من وراه مش عارفين نوديها فين. ده كان في وقت من الوقت قال لك كانت محطوطه في اوض في نادي الزمالك. بس هم مش عارفين يلاقوها. هو اتسحبت الارض ليه؟ طب ما انت عملت عضويه وخدت الفلوس وما صرفتهاش على الارض. بس الموضوع بسيط جدا. والاهلي جاله هذا الكلام وتم تهديده، والاهلي صرف وعمل وسارع بانشاء الفروع بتاعته. لانك انت بتاخد الارض بسعر معين، شريطه انك هتلتزم بالبنى في بينها مده وبينك كذا. عقد بتنفذه، هتنفذه على الاهلي وعلى الزمالك وعلى اي حد. بس ايه حكايه بقى الاعلانات كلها بتاعت الاعلانات وبنته اللي جت تاكل حاجه لقيت عليها اعلانات الاهلي. طب هي بتاكل الحاجه دي ليه؟ عشان الاعلان نجح. ايوه، عشان بتحب الحاجه دي. هل بقى صاحب الاعلان وصل بيه الدرجه انه هو عشان اهلاوي يبقى بيحط صوره لاعب اهلاوي وهو بيستخف بالكابتن مصطفى شوبير؟ طب ما الراجل كان ممكن يحط صوره اي حد بقى من اللي بيلعبوا وعندهم الافيهات القاضيه ممكن ولا مش عارف ايه. يا حبيبي الناس رجال الاعمال دول ما بيتعاملوش بالطريقه دي. بيتعاملوا بالطريقه، هو لما بيحط عدلي ولا ابراهيم ولا حد على الاعلان بتاعه مش بيحط عدلي ابراهيم لان الناس بتحب فلان وفلان، لانه بيمثلوا النادي الاهلي. المغزى ان احنا معانا النادي الاهلي من خلال نجومه. فهي القيمه التسويقيه للنادي الاهلي. نشرح تاني. القيمه التسويقيه للنادي الاهلي هو عايز مصلحته. لو حط صوره عدلي القيعي ومحدش اشترى المنتج يبقى عدلي القيعي ده ما بيجيبش معاه نتيجه. طيب ما تيجي نشوف الاستاذ شادي عيسى. لا قبل ما تشوف شادي، هي الارض اتسحبت ليه؟ الارض دي بتاعت الزمالك عشان ما اشتغلوش فيها. ده الاستاذ طارق جبريل نفسه الراجل المسؤول المالي. كان عندك رد قول. قال مين اللي سحب الارض قبل ما فزاع يشاور على الاهلي. الاستاذ طارق جبريل شاور على قصه الارض.
هل في تحركات موجوده بخصوص الفرع الثاني؟ لان كنا سمعنا ان اللجنه اللي فاتت كانت عامله بروتوكول مع وزاره الانتاج الحربي عشان البدء في الفرع الثاني، فده مش هيتم غير ب 6 تتحرك 6 اكتوبر طبعا. طب ايه اخر المستجدات في الملف ده، وهل في تكمله للبروتوكول اللي تم الاتفاق معاه مع الانتاج الحربي مع اللجنه اللي فاتت؟ بص، هو في معلومه الحقيقه ما كنتش عايز اقولها وكنا متفقين ما اقولهاش. طب يعني لو 6 اكتوبر احنا ماشيين يعني في فعلا كان في شبه اتفاق، يعني ما هوش اتفاق تفصيلي، لكن في شبه اتفاق بالحاجه بتقول عليه دوت مع الانتاج الحربي. احنا هندخل فيه وهنتكلم فيه. فالديل لسه هندرس الديل، بس احنا قبل ما ندرس الديل نرجع الارض الاول. يعني نرجع الارض؟ يعني الارض اتاخدت يا ولد. يعني ايه اتاخدت؟ يعني ما دي في تاني مره تتاخد؟ لا بص، عشان ابقى دقيق قوي، انذار، والانذار ده خلص. انذار بايه؟ انذار ان الارض خلاص مش بتاعتكم. السبب؟ ما بيناش طوبه. بس انت طبعا مرتبط يمكن بس احنا لينا استثناءات يا فندم، ان انت مثلا صادفت كورونا، صادفت حاجات كان الوضع السياسي غير مستقر فتره من الفترات، فانت من حقك انك يعني في الناحيه الانشائيه دي ممكن يكون عندك بعض المرونه، يعني كفايه كورونا الفتره اللي فاتت دي. بص حاجه، يعني انا مش عايز احط مبررات. خلاص؟ لا احنا غلطانين. خلاص؟ لكن في الاخر الجهات المعنيه لا متفهمه. خلاص؟ متفاهم، مش عشان كورونا وعشان الكلام ده كله، متفاهم ان نادي الزمالك ده قلعه، ده نص مصر طبعا. ده لا تبغي الربح، مش بنجي ناخد ارض عشان نسقعها بالظبط. فكل ده مفهوم طبعا. حلو. اكيد يعني، وهم متفاهمين الكلام ده، لكن هم كجهه اداريه لما تديك انذار ده شيء روتيني يعني. إجراء. يعني طبعا ان هو الارض والله لو فات عليها كذا لازم نبعت انذار في الثاني فنسحب الارض. فهم بيعملوا الشغل الروتيني بتاعهم العادي. خلاص؟ فاحنا يعني الاسبوع اللي فات اتفاجئنا بالكلام ده على فكره، الاسبوع اللي فات بس. انما احنا ماشيين في الامر من هنا ومن هنا، وفي دعم من الجهات المعنيه، وان شاء الله ما فيش مشكله باذن الله. الدولة بتدافع عن حقوقها، فبتدي انذارات زي ما سمعنا وبعدين بتنفذ، ولكن في النهاية كل الأمور هتتحل بإذن الله، لأن الدولة واقفة ورا نادي الزمالك وبتدعمه باعتراف كل اللي بيطلعوا يتكلموا، وهنشوف بعد كده إلى أي مدى وصل هذا الدعم. لكن يا جماعة ليه بنفسر الأمور؟ الأهلي فين من هذا الأمر؟ يا أستاذ إبراهيم، أيام مش اللجنة دي ولا اللي قبليها، لا أيام الوضع المستقر اللي كل الناس بتقول إن تم تغييره علشان إرباك الزمالك. طب ما هو في الانذار راح في الوقت ده، وكان الفلوس المفروض انها موجوده، وحصل اتفاق مع مؤسسه من المؤسسات الرسميه اللي عشان تختصر اجراءات كتير جدا انت رحت لها، الانتاج الحربي، كل ده وما فعلتش حاجه منه، فالناس نفذت انذارها. فعايزين تسمعوا بقى فزاع ولا الاستاذ طارق جبريل ولا الكابتن احمد سليمان؟ على ذكر الدوله ومسانده الدوله لكل الهيئات الرياضيه، لانه الزج برضه بحته اصله الاهلي هو اللي بيحل مجلس اداره الزمالك. لا عظيم الاهلي بقى يعني، بس بصراحه معاك حق فزاع، لانه الاهلي اللي يعطل طياره بايرن ميونخ في بلدهم لا مش بعيد عليه يحل مجلس اداره الزمالك، حتى لو الوزير. انت ناسي ان الاهلي اللي خرم اللزوم، ده انت اللي قايل. حتى لو كان الوزير راجل زملكاوي كبير وحريص على نجاح نادي الزمالك. اخيرا ان حضرتك ما كنتش اشتركت بقناه تشترك بقناه، وحضرتك تفعل الجرس على الكل عشان يوصلك كل اشعاراتنا، وفضلا وليس امرا تعمل لايك للفيديو عشان يوصل كل المشتركين، وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.